السلام عليكم. وصفة جديدة ولذيذة إن شاء الله تعجبكم. عندنا كوبين طحين بر، نضيف عليه نص كوب من حليب مجفف اللي هو النيدو، نضيف عليه ملعقة بيكنج باودر، نضيف عليه نص كوب زيت، نضيف عليه نص كوب سكر، نضيف نص ملعقة ملح، نضيف في البداية كوب ماي ونقلب لين يوصل عندنا تقريبا لهذا القوام. في صينية الفرن نحط ورق زبدة وننزل الخليط، نفرد العجينة على مستوى وندخل الفرن على النار من تحت وفوق. نحن عندنا الفرن هذا مال مندي، دخلناه فيه من الجانب ومن تحت لمدة. هذا شكل عجينتنا بعد ما كملت 22 دقيقة. الحين بنفرخها في طاسة، بنفركها نفتتها قولته. شوفوا الطريقة كده. عندنا تمر بالناريل مدلوج وتمر بالسمسم، نحط كمية كافية ونحط عليه شوية سمن. بعد ما يجهز لنا الخليط نضيف عليه على الواجهة عسل.